بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتنا وأحبتنا في الله، يسر الله لنا ولكم كل أمر عسير، وجعل الله أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب السماء، وتستجيب لنا بها الدعاء، وتقضي بها الحاجات، وتسترنا بها، وتديم سترك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم استرنا يا ستير. سبحانك يا رب، أنت مدبر الأمر. نعم، مدبر الأمر. اخواتنا واحباتنا في الله، يعني النهارده حبيت أدردش معاكم في بعض الأمور الصغيرة قوي. معلش يعني. الله سبحانه وتعالى لما ينزل لك قرآن معدي 6000 وشوية آية، يعدي وينزل لك 30 جزء قرآن من كتابه عز وجل. اعتقد يعني انه مش معمول، يعني مش نازل عشان مجرد القراءة فقط ومجرد التلاوة فقط. التلاوة شيء جميل والقراءة شيء جميل، لكن التدبر في آيات ربنا سبحانه وتعالى وكونه كما ترون. سبحان المبدع، سبحان المبدع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فصل الآيات لقوم يعلمون. عشان كده بنقول لكم يا جماعة، يعني نحاول كلنا إن احنا يكون لنا حال مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعني فيه كل الأخبار القبلية والوقتية والبعدية إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. يعني طب إزاي نعمل ده؟ إزاي نعمل ده؟ اعمل لك حال زي ما قلت لك، اعمل لك حال مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، عشان والله العظيم والله العظيم إن من صاحب هذا القرآن بحق ما فضح تحت أي بند من البنود، وستره وكتب الله له الستر دائما. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مسارع بالخيرات بإذن الله. عشان كده مش بنقوله يعني احنا بنقوله احيانا نقول ان في ناس معاها القرآن وكأن مش معاها القرآن. اللي يكون معاه القرآن ويدعي انه اعلم اهل الارض، اعلم انه اجهل اهل الارض ولا يعلم، وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. نعمل ازاي؟ لازم لما نقرا مرحله القراءه انت بتقرا. هيجي بعد كده مرحله التدبر. ربنا حط الكلام ده بيقول ايه؟ زي الصحابه، زي فكر الصحابه ما كانوا بيعملوا ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى كده ينزل على سيدنا محمد: يا ايها الذين امنوا، كانوا يقومون ويعيرون أو آذانهم وقلوبهم. ليه؟ لأنهم بما أنهم قالوا، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اعلم أن هناك أمر أو نهي. هناك أمر أو نهي، يعني يا تشريع، يا أمر، يا نهي عن شيء. وقالت الأعراب آمنا، قل لا تقولوا أسلمنا، ولا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هو ده. فأنا عايزك يا أخي المستمع، يا أخي الكريم، ما تعديش كده آيات، يعني تعدي منك كده سدى، واخد بالك؟
احنا اتكلمنا كتير عن الامور الحياتيه، واتكلمنا كتير من خلال هذه الطبيعه. يعني بالمنطق والعقل كده يا جماعه، لو دي سما حد يعرف يمسكها؟ ما حدش يعرف يمسكها. يبقى لازم يكون وراها اله عظيم، هو الله سبحانه وتعالى. ارض ارض مبسوطه على ما قدر الله لها ان تكون. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول لازم ان احنا نتدبر في ايات ربنا سبحانه وتعالى ونعيرها اهتمامنا. عشان كده دايما يا جماعة بنقولوا إيه؟ بنقولوا يا أهل الخير، يا جماعة يا طيبين، يا مسلمين، عليكم بالإكثار من تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولا تفكروا فيما يدور في أي مكان وفي أي زمان. الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير، كل المقادير بأمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني عشان كده بنقولوا، يعني أنا بصراحة يعني بعز جدا اللي بيهتم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. انا بعز جدا اللي بيهتم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبيلاقي اثر النعمه عليه. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيسر اموره، دايما كاتب عليه الستر يا جماعه. بلاش نستغل عندك المنصات دي يا جماعه. المنصات دي يعني استغلوها كويس. هم عملوها عشان يضللونا. لا يا عم، احنا نستغلها في صالح الدين. انا دلوقتي ممكن اوصل للسعوديه وامريكا والكويت وفي اي مكان في اي وانا واقف، وانا قاعد في بمجرد هذا الكلام يعني. فيعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا وعظيم جدا. عشان كده دايما اقول ايه؟ والله العظيم بجد، انت بس خليك جرب من كتاب ربنا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ها، ازاي؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني صاحب الناس الكويسين، اللي دايما اللي بيدعوا الى ربنا سبحانه وتعالى خليك معاهم. اللي بيدعوا لربنا بالخير، اللي بيدعوا للسلام خليك معاهم. اللي بيدعوا لحب الخير وحب الوطن خليك معاهم. اللي بيدعوا للاعمال الصالحه خليك معاهم. دايما كده، ولا تعد عيناك عنهم. خليك دايما، تخليهم دايما فين؟ في نصب عيناك. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ليه؟ لأن الأمر محسوب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس هي مش سايبه كده. وقل الحق من ربكم، ربنا سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس ما سابهاش، قال إن أعتدنا الجزاء بقى بعدها. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اخواتنا واحبتنا في الله، هذا كانت الخاطرة من يوميات أبو حسام في ريف مصر العظيمة، ريف مصر الكريمة، ريف مصر المحروسة. يسر الله لنا على كل أمر وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.